الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خير البشر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في ليلة جديدة من برنامجنا آية وحكاية. الآية اليوم سترد على أجوبة لكثير منا سمع وصية الأمس، ربما أذنب الذنب فقام فتوضأ وصلى ركعتين فدعا الله تبارك وتعالى واطمأن واستراح، وما أن جلس إلا وجاءت المفاجأة في درس اليوم. تعالوا لنبدأ بالآية من سورة النساء آية 27. الله تبارك وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله تبارك وتعالى هنا هو لفظ الجمال والكمال لله تبارك وتعالى. يريد أن يتوب عليكم، كما ذكر الواحدي في الوجيز وأحد كتب التفاسير أو التفسير، أن الله تبارك وتعالى يريد أن يخرجكم مما يكره إلى ما يحب ويرضى، وإرادة الله فوق كل إرادة. ولكن يريد الذين يتبعون الشهوات. الذين يتبعون الشهوات، كلمة الشهوات المعنى القريب لها هي المعاصي، أهل المعاصي. واختلف أهل التفاسير في القرآن الكريم كثيرا، فمنهم من قال أنهم اليهود والنصارى، ومنهم من قال أنهم المجوس الذين استحلوا أن يتزوج الرجل بأخته ويبني بها، والإجماع على أنهم معسكر أهل الباطل. أهل الباطل لن يتركوك في حالك، وده اللي قلته في أول الحلقة. أنت هتصلي وتدعي ربنا وتطمئن، هتلاقي اللي بيرن عليك يقول لك يلا عندنا المشوار الفلاني، هتلاقي رسالة على السوشيال ميديا، هتلاقي قعدة كويسة في شربة كويسة في موضوع كويس، هتلاقي صاحبك، هتلاقي اللي هم بقى أهل الباطل. ولذلك علينا أن ننتبه لهذا. أهل الباطل لن يتركوك في حالك. اليوم أنا لا أصعب على كل واحد مننا المسألة وأقول لك أن الموضوع مستحيل وصعب، لكنه ليس مستحيل. لكن الصواب في هذه المسألة أن تبدأ من الآن أن تغلق كل أبواب المعاصي عشان تبدأ بداية صحيحة. أنت بتقول إيه؟ أسيب صاحبتي في الشغل، زميلتي، ده بنت خالتي يا عم، ده بنت خالي، دي بنت عمي، دي جارتنا في البيت، إزاي أسيبها؟ هنا بقى تلبيس الشيطان يا أحباب. الشيطان بيلبس عليك، ما هو أقسم أمام الله تبارك وتعالى أنه لن يتركك وحدك. قال: وبعزتك لأغوينهم أجمعين، بعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين. فلن يتركك الشيطان حتى يدخل وحده النار، وإنما سيعمل كل جنوده ويقيم حرب عليك. وده اللي احنا بنشوفه النهاردة. وقال أهل العلم أنه ربما أرادت الزانية أن تكون النساء كلها زواني، وأراد شارب الخمر أن تكون كل الناس تشرب الخمر. بل والطالب الفاشل في الفصل في المدرسة يتمنى أن يعود لوالده فيسأله: عملت إيه يا ابني؟ فيقول: أنا سقطت يابا. طب أنت لوحدك؟ فيقول: لا، المدرسة كلها سقطت. طب تخيل إنه يروح يقول لأبوه: ده أنا سقطت لوحدي، عقابه هيكون شكله عامل إزاي؟ فيتمنى الفاشل إنه هو يفشل كل زملاته. تتمنى البنت اللي شايله التليفون انها تخلي صاحبتها المحترمه المؤدبه انها اخرى تشيل تليفون وتصادق شباب وولاد وتفتح الباب نحو هذا. فعلينا ان نغلق هذه الابواب جميعا، حتى الصديق، وده اصعب شيء. صديقك السوء لازم تبعد عنه فورا، لازم تبعد عنه. الله تبارك وتعالى ينبهنا الى هذا ويقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الصديق اللي انت واخده ده، الانتيم بتاعك، صديقتك دي في المدرسة أو في الشغل أو في أي مكان، هي دي مصدر السوء بالنسبة لك، لابد تتخلصي منها.
كل منافذ الشر، سوشيال ميديا، تليفون، أسوأ ما وقع على المسلمين. الأب النهارده بنته ولا ابنه يكبر شويه يجيب تليفون، هذا هو الخراب بعينه. الأب بيبدأ يدمر ابنه وهو مش حاسس. هذه هي أبواب المعاصي، وأهل الباطل يستخدمون كل الأسلحة كي يغون علينا. أيها الأحباب، أن ننتبه لهذا وأن نقوم من قومتنا فنغلق كل أبواب المعاصي. هي دي العقبات. تعالوا مع بعض يعني أنادي الله تبارك وتعالى: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي سواك وسيلة إلا الرجاء فجميل عفوك ثم أني مسلم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.